السلام عليكم. مؤخرا اتصيت في صورة للديفا سميرة سعيد. في الحقيقة خلتني احس انه على الرغم ان احنا بنحب الديفا الا ان الديفا ما بتحبناش. ليه؟ لان الديفا شكلها عندها حوالي 15 سنة في الصورة دي which is اوكي. بعدها على طول اتصيت في صوره لشمس الغنيه العربيه بصوت نيشان نجوى كرم، كانت غالبا قبل حفله او حاجه ولابسه ما شاء الله فستان مرمين. المشكله معايا في الصوره ديت ان الفنانه عندها حوالي 13 سنه، يعني هي حاجه كده مش اكتر، مش مستحيل يعني بالدفع ممكن اديها 13 ونص مش اكتر من كده. قلت عادي يعني هي ارزاق وحظوظ وكده اهوت. المهم ان انا بعد كده كنت بفتح التلفزيون لقيت النجمه الذهبيه نوال الزغبي مع وفاء الكيلاني اللي هي اصلا عندها شكلها 11 سنه يعني في برنامج المتاهه. طبعا بغض النظر ان وفاء شكلها كده، النجمه الذهبيه يعني نوال الزغبي هي ذهبيه فهي بتلمع، يعني بتلمع حقيقي بتلمع. ده غير طبعا احنا عندنا كيوريوس كيس اوف الفنانه ديانا حداد اماني، ما شاء الله هي دلوقتي خلاص بقى عندها حوالي 4 سنين والدنيا تمام. المشكله بقى في كل ده ايه؟ المشكله ان انا ببص لنفسي في المرايه بحس ان انا عندي 45 سنه وماشيه في ال 65، مش يعني عندي شعر ابيض. انا خايفه اقلع النضاره بقالي فتره عشان الهالات السوداء اللي يعني محساني ان انا مدمنه، والازمه ان انا ما بشربش حاجه، يعني انا ما بضربش حاجه، عارف لو بضرب حاجه مثلا فبتعمل لي دماغ فبيطلع لي هالات سوداء، ففي حاجه بتشيل حاجه، يعني عندي دماغ لكن انا ما عنديش دماغ، والازمه ان عندي هالات سوداء، فيعني انا امراضي بتزيد هنا بقى، في مشكله مروه، في مشكله. فطبعا يعني انا كل اللي انا حابه اقوله يعني ليه وبعدين فجاه حد يطلع يبرر لي يقول لي معلش يا رحاب اصل احنا هي الموضوع مش كده، احنا بس معناش فلوس. احي يعني كمان فقراء، يعني فاهم ازاي؟ يعني كده وفقراء، يعني فاهم؟ يعني احنا الاسم شباب وعندنا 65 سنه شكلا وكمان فقراء، يعني طب نموت احسن بقى. وبعدين يطلع حد يقول لك بصيص امل ومش امل ماتت بعد ما اكتشفت الاكذوبه اللي احنا عايشينها دي. يعني مش انا تعبت نفسيا الصراحه، كل يوم اشوف نفس الصور، مش ممكن، يعني حاجه فظيعه يعني. الحمد لله على كل حال يعني، والحمد لله خلاص انا مش عارفه اعمل ايه، مش خلاص يلا شكرا.